انا مش مسامح في السندوتش. عايز تعمل الشغلة دي؟ تعالى وانا اقول لك. اول حاجه هتاخد اللينك اللي سايبهولك في اول كومنت، هتنزل البرنامج وتسطبه. وبما ان انت بتسطبه عشان تبقى عارف النسخه دي نسخه مكركه، يعني مش هتدفع فيها فلوس بمعنى صح، وهتقدر تشتري 2K. فلو انت من الناس اللي بتستخدم النسخ المكركه هتقدر تنزلها عندك. ولو مش بتحب البرامج المكركه هسيب لك بردك لينك الموقع الاصلي تقدر تنزلها منه وتدفع اشتراك البرنامج، وهيشتغل عندك برضه بكل سلاسه. هي في كلتا الحالتين نفس الشيء. لما هننزل البرنامج ونظبط الاعدادات بتاعته، نرفع كل حاجه بقى 2K، ندخل على الموبايل. اول حاجه هتخش على جوجل بلاي، تنزل اب ميرور زي ما احنا شايفين. بعد ما ينزل وهيتثبت هنفتح التطبيق، هندوس على لوكال كاست، هنلاقي الجهاز بتاعنا ظاهر كده على نفس الشبكه، نتصل بيه. وزي ما انتم شايفين على الجهاز شغاله كويس جدا، تقدر تتفرج على اي حاجه، تابع بقى فيس، اي حاجه عندك مثلا مشروع هتقرا بقى، هتتفرج على حاجه